بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بإذن الله من عند الفراخ البلدي. فان شاء الله باذن الله هنتكلم بالتفصيل عن ازاي الفراخ هتبدا تبيض بدري معاكي، وازاي كمان تجهزي لها المكان للبيض، وكمان ازاي تعرفي ان الفرخه دي هتبيض ولا مش هتبيض معاكي. وتتجنبيها خالص. لازم يكون تفرزي فراخك كل فتره. فتابعيني في الفيديو ده. بصوا بقى كده مبدئيا كده زي ما انتم شايفين، انا كده اول ما دخلت عند الفراخ بدات كده اول حاجه لقيت بيضه على الارض. قلت اللهم لك الحمد، بداوا ان هم يبشروا معايا بالبيض كده زي ما انتم شايفين. بس بقى قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، رجاء ارفعوا الفيديو ده باللايك لو سمحتوا حبايبي، عشان يبدأ يوصل لعدد كتير، وعشان كمان اعرف انزل فيديوهات. فتفعلوا كده باللايكات على الفيديوهات. وسيبي لي كده تعليق كويس لو طلعتي حتى مستفادة بحاجة بسيطة. بصوا زي ما انتم شايفين، انا كنت اصلا من فترة حاطة قفص كده في المكان تمام، ومظبطة كده المكان ليهم، لاني خلاص انا كنت عارفة ان هم قربوا على البيض. ودخلت كده هنا لقيت كده كمان بيضة، فهبدأ كده هاخدها. وطبعا زي ما قلت لكم هقول لكم في الفيديو ده امتى تعرفي ان الفرخه خلاص هتبدأ تبيض معاكي، وامتى كمان هي بتقولك انا هبدأ ابيض كمان. بصوا هنا بس دخلت عند الحمام الاول، نظفت المكان، رشيت شويه جير كده مطفي زي ما انتم شايفين. بس اللي انا رشاه ده رشه بودره بلاط، علشان كمان لو اكل منه حلو جدا. على فكره بودره البلاط ده انا ممكن احط منه معلقه صغيره على الكلفه بتاعت العلف. فممكن كده ابدا احط على الكلفه بتاعه الحمام كده اهوت زي ما انتم شايفين شويه بودره بلاط. وبرده ممكن اجيب الصدف ليهم ابدا احطه في طاجن صغنن جدا، واحط لهم منه معلقتين كده على جنب في الطاجن. هعمل لكم ان شاء الله فيديو بالتفصيل، بس بالله عليكم شجعوني شويه عشان خاطر اعرف انزل فيديوهات. في طاجن صغنن كده خالص تبداي تحط لهم شويه صدف كده على جنب. ده بقى، ده كالسيوم طبيعي. يعني انت لما تعملي كده مش هتحتاجي بقى ولا تجيبي كالسيوم ولا فيتامينات ولا الكلام ده كله، فهو بيعتبر معاكي كالسيوم طبيعي. بالنسبه للميه، انا هبدا احط لهم النهارده 5 سنتي خل تفاح على الميه. الخل التفاح ده انا ما بستغناش عنه للحمام وللفراخ البلدي. يعني يمكن انا ما بستخدمش خل التفاح للفراخ البيضه كتير، لان كمان الفرخه البيضه حساسه في كل حاجه، ولو هستخدمه هتبقى برضو بنسبة معينة. المهم خلينا بس في الفراخ البلدي، انا ما بستغناش عنه. مرة كل 10 ايام او مرة كل 8 ايام او اسبوع زي ما انت عايزة، تبدأي ان انت تحطي كده خل التفاح. هنا بقى عقمت المكان حلو جدا جدا. وتعقيم المكان معاكي ده شيء اساسي في تربية اي طيرة معاكي. النظافة 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 باستمرار. هنا عملت بدأت ارش الجير المطفي، شلت طبعا اللي هي الارضيات البلاستيك، حلوة جدا انصحك بيها لتربية الفراخ البلدي. ما انصح يعني بالنسبة بقى للناس اللي هتقولي طب للفراخ البيضة، هبقى اعمل لكم فيديو برضو بالتفصيل برضو عنها بإذن الله. المهم فهي حلوة قوي قوي للفراخ البلدي لما تقف عليها مفيش حشرات، مفيش اي حاجة مثلا معاكي حشرة كلام من ده. فهي حلوة عن القفص والكلام ده كله. بدأت كده اتأكد ان انا برش في كل جزء من الأوضة، على الحيطة بقى وعلى الجوانب. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، خليت الارض كلها كده جير مطفي كده زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا انا لما بحب احط الجير المطفي بحب احط معاه معلقة ملح للتعقيم برضو وللتنظيف. هنا حطيت في البرام، حطيت فص توم هنا وفص توم، يعني ده فص توم قطعته كده زي ما هو، وحطيت خل تفاح برضو مع التوم. طيب الخلطة دي بقى بتعمل معاكي بتعمل معاكي حاجات كتيرة جدا. اولا لو في اي مشكلة عند الفرخ في امعائه بكتيريا اي حاجة، بتنظف، بتعمل عملية مسح كده. فاستخدمي الخلطة دي حلوة قوي. حاجة كمان بتخلي الفرخ يهضم، ياكل ويهضم، والامعاء بتاعته تبقى شغالة تمام. اقوى مضاد سموم معاكي ممكن تعمليه طبيعي، اللي هو اللي انا عملته ده. فحلوه جدا، غير بقى ان هي فاتح شهيه الكلام ده كله. بس انا عاملاها ان هي مضاد سموم، بتقتل اي بكتيريا اي فيروس اي مشكله، مضاد حيوي طبيعي. فهي حلوه جدا معاكي. بدات بقى نظفت كل حاجه وعقمت وظبطت كل حاجه. هبدأ كده على طول هنزل بالأكل. طيب هنرجع بقى نتكلم امتى بقى الفرخة تبدأي تعرفي ان هي هتبيض معاكي. اولا عندك كذا طريقة. اول طريقة بتبدأ تطلع صوت، ان هي تبدأ تقاكي معاكي كده، اعرفي ان هي خلاص قربت ان هي تبيض. حاجة كمان بيبدأ العرف بتاعها يحمر ووشها يحمر، دي برضو كده ان انت تبدأي تعرفي ان الفرخة بدأت تكبر معاكي وهتبدأ تبيض. حاجة كمان في انواع فراخ بتبدأ تبيض على 4 شهور.
المهم يعني معاكي من 4 شهور ل6 شهور، ما فيش فرخة بتبيض بعد ال6 شهور. لو هتبيض معاكِ بقى على 7، 8 شهور اعرفي إن الفرخة دي وحشة جدًا وهتاخدي منها إنتاج وِحِش جدًا، جدًا في البيض، أو إن أنتِ قصّرتِ في العلف والكلام ده كلّه، فخُدي بالِك. طيب يبقى إحنا عرفنا كده هتبدأ تبيض معاكِ من 4 شهور ل6 شهور على حسب نوع الفراخ معاكِ إيه. الفراخ اللي عندي ديّة اللي أنتم زي ما أنتم شايفينها دي، دي عبارة معايا عن فيومي، بس الفيومي اللي أنا جايباه ده مش فيومي أصلي، ده كده فيومي عادي خالص، وكمان هو تقريبًا حاطط لي فرخة والّا فرختين بلدي مشعّر، هي تشكيلة فراخ عندي، بس المهم أنا كنت جايباهم على أساس إن هُم كلّهم ديوك علشان أدبحهم لرمضان، ف خلاص يعني طلعوا 5 ديوك و5 برابر، بدأت أدبح من الديوك، لإن طبعًا زي ما قُلت لكم الديوك لمّا بيبقوا كتير في المكان بيبدأوا كده يتعاركوا مع بعضيهم. الديك ده زي ما أنتم شايفينه أنا باحط له أكله هنا واحط له دلوقتي مَيّة ليه، لإن الديوك اللي برّه بتضربه، بس هو حلو يعني هو حجمه حلو، فإن شاء الله بإذن الله هاذبحه بقى بإذن الله على العيد. بُصّوا هنا كده البيض ده أهوّة اللي هُم بدأوا يبيضوا كده زي ما قُلت لِك بتبدئي تجهّزي المكان، بتاخدي البيض اللي هُم حاطينه على الأرض تحطيه في القفص، كل ما تلاقي بيضة في الأرض تبدئي تاخديها تحطيها في القفص. هُم كده على طول هيبدأوا يعرفوا المكان وهيبدأوا إن هُم ينطّوا كده في القفص، يبدأوا إن هُم يبيضوا معاكِ إن شاء الله بإذن الله. هي بتبقى بس عملية تعوّد بالنسبة لهم واحدة، واحدة. خلاص عرفنا كده إن الفرخة هتبدأ بقى تبيض معانا. حاجة كمان ممكن أقيس الفرخة، لو الفرخة كده موسّعة معاكِ صُبعين كده ابدئي اعرفي خلاص إن هي كده بتبدأ تبيض، وأنا كمان بابدأ أعرف كمان إن الفرخة دي هتبيض والّا لأ. فبتبدئي إن أنتِ بقى تضبّطي كل حاجة، في الوقت ده ممكن تدّي شوية كالسيوم، شوية فيتامينات، الأكل طبعًا مضبّطينه على قد ما نقدر، علشان خاطر برضه إن الفرخة خلاص جهّزناها بقى للبيض. طيب هي كده بقى الفرخة بدأت تبيض معانا، أنا إن شاء الله الأيام الجاية هاذبح الديوك وهابدأ هاسيب ال5 برابر. طيب هو أنا هأكّل علف زي ما قُلت لكم، كده هم أصلًا اللي عندي عدد بسيط، يعني لو حطيت كل يوم ليهم 4 معالق علف مش هيزعّلوني في حاجة، مع شوية مثلًا العيش مع بواقي البيت مع شوية خضرة كلام من ده، فاللهم لك الحمد بيكونوا زي الفل. بدأت كده نضّفت وضبّطت كده كل حاجة. طيب حاجة كمان بقى عايزة أتكلّم فيها، إزاي أفرز الفراخ بتاعتي. هو في فراخ ما بتبيضش، في فراخ ما بتبيضش، وأنا كنت قايلة لكم قبل كده في فيديو، وكنت عاملة لكم فيديو بالتفصيل إن أنا كان عندي فرخة في وسطهم، وقُلت لكم الفرخة دي أنا هاذبحها وهنشوف جواها إيه، مش هنلاقي جواها أي حاجة، وفعلًا بتبدئي إن أنتِ تمسكيها كده بتلاقيها من ورا، أمّا بتيجي تقيسيها بتلاقيها أصلًا مش مفتّحة خالص، يعني ما فتحتش معاكِ خالص، وكمان رفيّعة كده وصغيّرة، فالفرخة دي استبعديها، يبقى أنتِ كده بتأكّلي على الفاضي. لأ، يبقى أفرز الفراخ البلدي اللي عندي، أشوف إيه اللي بيبيض، إيه اللي مش بيبيض. طب لا قدّر الله بقى لو حصل افتراس كده في البيض والفراخ بدأت تاكل البيض وكلام من ده، هاخلّيه بقى في فيديو تاني عشان ما اطوّلش عليكم. في حلقة النهارده ملخص الكلام، جهّزي المكان، افرزي فراخِك، شوفي اللي بيبيض معاكِ إيه، وإيه اللي مش هيبيض معاكِ. ابدئي دايمًا اشتغلي معاهم بالتوم، وصفة النهارده زي ما قُلت لحضراتكم من أحلى الوصفات اللي أنتِ ممكن تعمليها كوقاية برضه، كل أسبوع، كل 10 أيام، هتبقى معاكِ حلوة جدًا وزي الفل. هابدأ بقى أحط للديك ده كده شوية مَيّة، إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم فيديوهات كتيرة. وطبعًا اللي متابع معايا من الأول خالص، اللي أنا كنت جايبة معاكم ال10 كتاكيت دول كده من الأول خالص، فإن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم بقى استنوا فيديوهات الافتراض، وكمان إزاي آخد إنتاج حلو جدًا من البيض، فإن شاء الله هاعمل لكم فيديوهات تانية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو على خير، مع السلامة.